بدايتنا النهاردة مع واحد اسمه دانيال، واللي بيكون سواق دليفري لمطعم بيتزا. وفي يوم كان بيحسب الوقت القياسي اللي يقدر يوصل فيه الطلبات ويرجع تاني بمساعدة واحد زميله اللي واقف مستنيه بالساعة. وبعدها بيكون في تجمع لكل سواقين الدليفري في المطعم، وبيجي آدم واحد فيهم وبيحيي دانيال على الفترة اللي هو قعدها معاهم، وبلغهم إن هو قدم استقالته النهاردة. وبدأوا يعني يحتفلوا بيه، وبعدين بتجيله صاحبته عشان تكون معاه في يوم زي ده، واللي بيكون مبسوط جدا باللي اصحابه عملوه ليه. وبعدها بيكون في عرض طويل لكل السواقين، وبيقفوا يتفرجوا عليهم لحد ما بتيجي الشرطة وبيسألوا عن الأوراق بتاعته، وبيقولهم إن هو نسيها في المطعم ويدخل يجيبها، وخد صاحبته وهربوا بسرعة من المكان. وتاني يوم بيروح دانيال لمكتب السواقين وبيقدم فيه، وبيقدر ياخد شهادة سواق تاكسي لكن من غير رخصة، وبتكون دي مهنته الجديدة بعد ما ساب الدليفري. وأول يوم ليه وهو سواق تاكسي بيقابل صديقه القديم باولو، واللي بيفضل يحكي له إنه هرب من 2 شرطة كانوا بيجروا وراه، وبعدها بيقوله إن الشرطيين واقفين ورا فعلا، وبيضطر يهرب منهم بسرعة. وبتكون هي دي عادة السواقين والدليفري، دايما في صراع مع الشرطة بسبب الرخصة والسرعة والحاجات دي يعني. وبعدها بتيجي تركب معاه واحدة عجوزة اسمها كامل، وبيوصلها لحد البيت، وبتفضل تحكي له عن ابنها إيميلي اللي لحد دلوقتي لسه بيتعلم السواقة بعد ما فشل 8 مرات في الاختبارات. يا لهوي، 8 مرات! وبيكون ابنها ايميليان بيجرب يسوق تاني لحد ما بيدخل في محل بيكسر الازاز بتاعه بسبب انه ما بيسمعش كلام المدرب بتاعه. وبيرجع دانيال بالتاكسي بتاعه، وبيجيله واحد وبيطلب منه انه عاوزه يوصله المطار في 25 دقيقة او هتفوت الطيارة. فقاله دانيال على حسب الفلوس اللي هتدفعها، فاداله فلوس كتيرة وقال له لازم توصلني بأسرع وقت ممكن. وعلى طول دانيال شغل خطة الطوارئ اللي في العربية ومشي بسرعة جدا، ووصلت ل 220 كيلومتر في الساعة، لدرجة إن الشرطة ملحقتش تاخد أرقام العربية، وقدر إن هو يوصل في دقيقتين. وإلا أنت كده تقدر تشرب كوباية قهوة قبل ميعاد الطيارة. وبنرجع لإيميليان اللي بتدخل عليه زميلته بيترا، وبتقوله إنها عرفت إنه كسر إزاز محل بسبب السواقة، وبتلوم إنه لحد دلوقتي لسه ما اتعلمش وعمال يعمل في مصايب بدل ما يركز في شغله. وبيكون ايميليان ضابط شرطة، وبعدها بيجمعهم المدير وبيبلغهم ان في عصابة من ألمانيا بتلف البلاد وبتهجم على البنوك وبتاخد الفلوس وبتهرب، ومحدش بيقدر يوقفهم، ولا ألمانيا ولا فرنسا. وبيقولوا لبترا رغم ان هي ألمانية لكنها شرطية شريفة وهتساعدهم يقبضوا على ولاد بلدها. وقال لها ان بعد 3 ايام غالبا العصابه دي هتهجم على بنك مارسيليا، وخطتهم ان هم هيسيبوهم يسرقوا البنك وبعدين يمشوا وراهم لحد ما يعرفوا المكان اللي هم بيستخبوا فيه. وقال ان هو حضر لهم المهمه دي مجموعه من السواقين الشاطرين جدا اللي هيكونوا تحت اشراف بيترا. ويوم العمليه كل واحد من فريق الشرطه واقف مكانه مظبوط، وكل واحد في عربيته مراقبين المكان بالكامل، لحد ما بتوصل العصابه بعربيه مرسيدس حمراء واللي بيكونوا مشهورين بيها دايما. وبعدها بيبدأ جبرت يدي تعليمات وانهم لازم يمشوا وراهم وما يضيعهمش ابدا، لكن في نفس الوقت بيعرف ان الوزير هيجي البنك، وبيتصل بيه وبيحاول يقنعه انه لازم ما يجيش لان في عصابة وهم حاطين خطة عشان يقبضوا عليهم. لكن الوزير ما سمعش كلامه وقفل في وشه السكة. ولما بتخرج العصابة من البنك وبتكون معاهم رهينة وبيركبوا عربيتهم وبيتحركوا، بيقرر ايميليان انه مش هيروح معاهم عشان عايز يروح الحمام. ولما بيفتح باب العربية بتخبط فيه عربية معدية وبتكسره، وبتحصل كمية حوادث كبيرة في المكان في نفس اللحظة بتاعة دخول الوزير. وبيبدأ حراس الوزير يأمنوا العربية وبيضربوا نار على الشرطة، وهم كمان بيضربوا على الوزير، وبتهرب العصابة وبتسيبهم يضربوا في بعض. وبعد شوية اكتشفت الشرطة انهم كانوا بيضربوا على الوزير ووقفوا الضرب، وفشلت المهمة. وبعدين بيرجع ايميليان البيت، وهو بياكل بيقول لأمه انه لازم يروح الشغل لانه متأخر، وبيقول لها انه لسه عاوز يطلب تاكسي، فقالت له انها تعرف سواق تاكسي كويس جدا اسمه دانيال، وعلى طول اتصلت بيه. لما بيجي دانيال بيتعرف على ايميليان، وبعدها بياخده عشان يوصله، لكن هو في الطريق بدأ يسوق بسرعة. ولما سأله انت كده لو الشرطة وقفتك هيسحبوا منك الرخصة، فقال له ان الشرطة اغبياء وانه اصلا مش معاه رخصة. فسأله امال بتعمل ايه؟ فانا هوريك. ولما عدى على رادار الشرطة شاور لهم وهو بيجري بسرعة. وبعدين دخلوا في النقاش وزهق بسبب ان ايميليان مش عاجبه كلام دانيال عن زمايله يعني في الشرطة، وكمان قال له انهم من احسن سواقين التاكسي. لحد ما وصلوا مركز الشرطة وقرر ايميليان انه يقبض عليه، وبيدخل معاه المكتب وقال له انهم في المركز كان عندهم معلومات عن شخص بيسوق بسرعة 190 كيلومتر في الساعة، وهيبقى كويس ليه انه قبض عليه.
لكن دخلت بيترا وفضلت تقول لإيميليان إنه مش مهتم بعصابة مرسيدس الألمانية، وإنه لازم يرجع لفريقه عشان يلاقوا حل. وهنا جت فكرة لإيميليان إن هو يستغل دانيال لأنه سواق شاطر ويعرفوا مكان العصابة، وبدأ يحكي له عن العصابة وعن العمليات اللي هم عملوها، وقال له إن هم دايما بيسوقوا عربيات مرسيدس، وآخر عملية كانت عربية مرسيدس لونها أحمر، وبدأ يوريه الصور. وبعدها شك دانيال إنهم ممكن يكونوا بيروحوا عند ورشة كوروغار، وفعلا خرجوا وراحوا على هناك. ولما دانيال بيكون بيشتري سندوتشات، عرف من صاحب المطعم إنه مفتوح 24 ساعة، وإن صاحب المطعم ما بينامش. لكن وهما بياكلوا بيشوفوا صاحب المطعم وخارج يفتح شنطة العربية عشان يخرج منها واحد شبهه بالظبط، وواضح انهم توأم وبينام هو مكانه. ولما شافهم قال إيميليان انها خطة ذكية وسماها خطة الكوري. بعد فترة بتيجي عربية مرسيدس وبيشكوا فيها، ولما بينزلوا وبيدخلوا البار بيقرر هو يروح ويعمل شبه الكوري وينام في شنطة عربيتهم. لكن لسوء حظه انهم قبل ما يمشوا فتحوا العربية وخرجوه منها ورموه في صندوق الزبالة، وبيروح دانيال يخرجوا منها. وتاني يوم بيرجعوا لورشة كوروغار وبيقولهم ان شرطي وعاوز يسأل شوية أسئلة، لكن كوروغار بيخرج وبيطلع سلاحه وبيفضل يضرب عليهم نار. ودانيال أنقذ إيميليان بسرعة وفضلوا يضربوا نار لحد ما هربوا كلهم من الورشة. وبعدها رجعوا البيت وقالت كاميليا لدانيال إنها عاوزاه يوصلها للدكتور لأنها متأخرة، وسابوا إيميليان في البيت اللي حط برد الشاي على النار وقعد يتفرج على التلفزيون وشاف في الفيلم فكرة الرصاصة اللي فيها جهاز تتبع، وجات له الفكرة ان هو ازاي يقبض على عصابة المرسيدس ويعرف مكانهم. وخرج بسرعة من البيت ونسي النار شغالة، وراح القسم وقال للمدير ان عنده فكرة ذكية جدا عشان يقبضوا على عصابة المرسيدس. ولما عرضها عليهم وافقوا، وفعلا بدأوا يخططوا لها عشان ينفذوها. ولما جت العصابة ضربوا رصاص في العربية وجهاز التتبع اشتغل. ولما اتحركوا بعد ما سرقوا البنك خدوا واحد رهينة معاهم، وبدأت الإشارة تعرفوا مكانهم بالظبط، والخطة في طريقها للنجاح لحد ما وقفوا في مكان ولبسوا الرهينة القناع بتاعهم ودخلوا بالعربية المرسيدس جوه عربية نقل. وعلى طول بدأوا يغيروا لون العربية للون الرمادي، والدهان لما جه على جهاز التتبع بوظوا وضاعت الإشارة. ولما وصلت الشرطة للمكان ما لقوش حد لأن العصابة كانت هربت في العربية الكبيرة، ولقوا رهينة لابسة القناع وإيده مربوطة في اسطوانة الغاز. وبعدها العصابة بتمشي عادي بالعربية لحد ما بيقابلوا لجنة وبيبلغوا رئيس المباحث اللي بيروح يشوف الباسبور بتاعهم، وعرف انهم ألمان وشك فيهم مفتش العربية، لكن ما لقاش حاجة معاهم فسابهم يمشوا. غبي. وبنروح لدانيال اللي جات له صاحبته البيت، وكان بقالها فترة مش عارفين يتقابلوا بسبب الشغل. لكن في نفس الوقت بيكون إيميليان وأمه كاميليا جم عنده البيت بسبب ان بيتهم اتحرق، لان إيميليان نسي براد الشاي والشقة ولعت كلها. هو بتكون صاحبته متضايقة بسبب ان هم بوظوا عليهم السهرة وان هما ما عندهمش اي وقت تاني. لكن دانيال بيحاول يفهمها انه بيساعده عشان هيطلع له رخصة قيادة سارية لمدة 100 سنة. اللحظة دي بيقول لهم انه لازم يقبض على عصابة المرسيدس قبل يوم الاثنين، يا اما هينقلوه من المركز اللي هو فيه وشكله هيبقى وحش جدا قدام زمايله. وخرج من جيبه الرخصة اللي عملها لدانيال وقال له خدها، بس حاول تساعدني ان احنا نمسك العصابة دي. فقال دانيال لصاحبته انه لازم يساعده عشان يخلص منه نهائي ويبقى معاه رخصة ومحدش يضايقه من الشرطة. وقال لها خليكي هنا مع امه لحد ما نخلص ونيجي تاني، وبتضطر توافق بس بتكون متضايقه جدا. وبيروح لبترا وقال لها ان ممكن تكون العصابه قدرت انها تغير لون العربيه من الاحمر للرمادي عشان يخدعونا، ممكن تكون الفلوس اصلا لسه في البنك. لكن بترا بتتريق على كلامه فسابها ومشي، بس فعلا بتكون الفلوس في البنك، وبيقدر عامل نظافه انه ياخدها في شنطه الزباله وبيوصلها للعصابه لانهم كانوا خاطفين مراته لحد ما يجيب لهم الفلوس، وفي الاخر ادوله فلوس ومشوه. وبيقول رئيس عصابة مرسيدس إن فاضل لهم بنك واحد ويقدروا بعدها يتقاعدوا ومش هيعملوا أي عمليات تانية. وبيرجع إيميليان المكتب لدانيال وبيفضلوا يفكروا في خطة، وبيحاول دانيال يشوف حل لفكرة إنهم ممكن يغيروا لون العربية في 10 دقايق. بس قال له إيميليان الفكرة دي صعبة لأننا كنا هنلاقي أي آثار للدهان، فرد عليه إنهم ممكن يستخدموا عربية كبيرة عشان حاجة زي دي. وعلى طول اتصل دانيال على واحد صاحبه اسمه كيج واستفسر منه عن دهان رمادي بينشف في خلال 10 دقايق، وقال له انه كان موجود بس خلص. وهنا اتاكد دانيال من فكرته وقال له تعالى نروح نشوف مجموعه الالمان اللي كان مشتبه فيهم. وراحوا له مضمار سباق كده سيارات وبدا يستفزهم عشان يخليهم يراهنوه على سباق، وفعلا قدر يخليهم يوافقوا وكسبهم وخد منهم فلوس الرهان. وكانوا في الوقت ده معاهم عربيه مرسيدس رمادي، وكان غرضه من السباق انه يتاكد ان التاكسي بتاعه هيبقى اسرع من المرسيدس بتاعهم. ولما رجعوا المكتب وقف دانيال قدام الخريطه وقال له ان لمصلحتنا اننا نخليهم يضطروا يمشوا في مسار معين، وبدل ما يقفوا في المكان اللي متعودين عليه نخليهم يقفوا في مكان تاني
وبكده هنقدر نتحكم احنا في المطاردة. وبعدها بيروح يعمل نفسه بيستحمى وبيسرق مفتاح من دولاب حد من زمايله، واللي بيكون مفتاح إشارات المرور اللي في الشارع. لكن بيترا بتدخل مكتبه، ولما بتشوفه عريان بتسيبه وبتخرج، وبيقول إيميليان إنه معجب بيها بس مش قادر يصارحها، وكمان شايف نفسه إنها مستحيل هتبصله. لكن دانيال بيشجعه وقال له أنت لازم تكون جريء وتروح لها. وبالليل بيرجعوا البيت، لكن بتكون صاحبته اتأخرت وقالت له إنها تمشي، وفضلوا هما الاتنين سهرانين بيفكروا في المهمة بتاع بكرة. وتاني يوم لما بدأت الخطة بتكون خطة دانيال عشان يخلي العصابة تمشي في المسار اللي هو محدده، إنه اتفق مع كل موتوسيكلات تحت الدليفري عشان يساعدوه، وكمان كل ثواني التاكسي اللي بدأوا يتحركوا في نفس الوقت اللي جت العصابة تقتحم البنك فيه. وكالعادة سرقوا الفلوس وخدوا رهينة معاهم. ولما مشيوا فضل دانيال وراهم لحد ما شافوا هم بيغيروا ألوان العربيات، وفضلوا ماشيين وراهم، وخلى أصحابه بتوع الدليفري يغيروا إشارات المرور لحد ما وقف جنبهم وفضل يستفزهم إنهم خسروا المرة اللي فاتت، واقترح عليهم سباق جديد. وبدأوا يجروا ورا بعض لحد ما حصلت مشكلة، وإن باولو مش هيعرف يغير إشارة المرور بسبب إن في 2 من الشرطة واقفين. فقال له إيميليان اديني الشرطي اللي عندك وقول له إنهم اكتشفوا قنبلة في إشارة المرور اللي جنبه ولازم يغيرها بسرعة. وكان الشرطي مرعوب وهو بيغيرها لحد ما باولو خد منه المفتاح وغيرها هو بداله. وفضلوا مكملين في السباق لحد ما وصلوا لكوبري لسه تحت الإنشاء، وبيجروا عليه بسرعة لدرجة إن إيميليان قال له خلاص كفاية، مش لازم تكسب الران لأن إحنا كده هنموت. لكن فضل دانيال على خطته، لما الكوبري خلص وقف بسرعة على الحافة بتاعته وخلى العصابة هي اللي تكمل. لكنهم قدروا يوصلوا الناحية التانية من الكوبري، لكنهم في الحقيقة وقعوا في الفخ بتاع دانيال وبقوا متعلقين ومش عارفين يرجعوا تاني ولا يطلعوا لقدام. وفضلوا يتريقوا عليهم، وبكده يبقوا قبضوا عليهم متلبسين. وتاني يوم بيحصل تكريم لإيميليان ودانيال باسم رئيس ريبوبليكا بسبب انهم قدروا يقبضوا على العصابة اللي فرنسا والمانيا ما قدروش يقبضوا عليهم، واداهم وسام الفارس. وبعدها بيقول له الوسام اللي انت اخدته ده مش هيكفيك انك تاخد الرخصة تاني، وان الشرطة كانت رحيمة بيك لما سابتك بره السجن وكان ممكن تسجنك على الاقل 6 سنين. وبعدها قال له انا عندي ليك فكرة احسن هتقدر تكسب من وراها فلوس بسبب انك سواق شاطر. وخدوه للمسابقة العالمية غراند بري للسيارات، وخلوه يتسابق مع باقي الفريق في المضمار. ورغم انه ما كانش عاجبه خالص السباق لكنه كان مضطر يكمل. وبكده يا صاحبي بيكون فيلمنا خلص، واشوفكم في العظمية اللي جاية. سلام.